ماروك أخبار بالدارجة. السلام عليكم. ماي يخرج بتصريح ناري بعد استبعاده من كأس العالم. عبر الدولي المغربي سامي ماي عن خيبة أمله بسبب استبعاده رفقة شقيقه ريان من القائمة النهائية للمنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022. واعتبر اللاعب فريق المجاري في تصريح إعلامي أن عدم استدعائه لقائمة الأسود ليس خيارا رياضيا، مشيرا إلى أن مكانه في اللائحة تم منحه للاعبين لا يستحقون وفق تعبيره. وأكد اللاعب: نظرنا لمدة سنتين للمشاركة في هذه المسابقة، مضيفا: لكن من المؤسف أنه بعد هذا العمل لا نتلقى المكافأة. وقال ماي أنه اتصل هاتفيا بوليد الركراكي لاستفسار عن سبب عدم استدعائه، لكنه لم يجب على مكالمته. وفي خبر آخر، احتمال غياب اللاعب المغربي مهم بسبب الإصابة. قالت تقارير إعلامية غير رسمية لحدود اللحظة إن سالم أملاح تعرض لإصابة خلال تدريبات المنتخب الوطني المغربي، وحسب ذات التقارير غير مؤكدة فإن احتمال غياب اللاعب في مباراة المغرب وكرواتيا يبقى واردا. واتخذ يوم الأحد وليد الركراكي بخصوص استعداده لمواجهة المنتخب الكرواتي ضمن نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث قام الركراكي ببرمجة حصة تدريبية زوالا عوض المساء كما جرت العادة منذ وصول المنتخب لقطر. والهدف من هذه الخطوة العامة الاستئناس بالظروف المناخية السائدة في الدوحة، وبرمجة الحصة التدريبية زوال يوم الأحد في توقيت مشابه للتوقيت اللي غتلعب فيه مباراة المغرب وكرواتيا يوم الأربعاء القادم بملعب البيت ابتداء من الساعة 1 زوالا. وتعد الحصة يوم الأحد أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في الزوال، بعد ما برمج وليد الركراكي في وقت سابق جميع الحصص التدريبية في المساء ابتداء من 6:30 مساء. كما قرر الركراكي في سابقة أيضا برمجة حصة تدريبية في يوم واحد، بعد ما كان في فترة سابقة يبرمج حصة تدريبية واحدة في اليوم الواحد. ويسعى الناخب الوطني إلى تجهيز اللاعبين وتعويدهم على كل الأمور تفاديا لكل مفاجأة تهم لقاء كرواتيا.